فضيحة بيج، الصور والفيديوهات اللي دمرت نفسية نجمة وهزت صورة نجوم تانيين وأهانت هيبة حزام البطولة نفسه. هنتكلم عن اللي حصل في الكواليس وليفنس ماكمان ما طردش الأطراف المتورطة. جهز قهوتك عشان الحكاية النهاردة من العيار التقيل، بس ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان أقدر أكمل في الحاجة اللي بحبها. جاهز نرجع بالزمن شوية؟ يلا بينا. قبل ما ندخل في التفاصيل الحكاية يا عزيزي، عايز أعرفك على أطرافها الأول. حكايتنا النهاردة بتتكلم عن 3 أشخاص ممكن تكون عارفهم وممكن لا. الأولى هي المصارعة بيج اللي أنا وأنت ممكن نكون عارفينها كويس. دي يا صديقي مصارعة مشهورة واتشهرت في الاتحاد، مواليد 92 في إنجلترا. خدت بطولة الديفا وبطولة الNXT للسيدات، وبدأت مسيرتها في الاتحاد سنة 2005 وسابت الاتحاد سنة 2022. أما الطرف الثاني يا صديقي فهو براد مادوكس. ده مصارع أمريكي اتولد سنة 84 ومالوش تاريخ كبير في الاتحاد، ويعتبر أكبر حاجة عملها إنه كان مدير عرض الرو في فترة من الفترات، واتطرد من الاتحاد سنة 2015. أما الثالث بقى يا صديقي فهو إكزيفير وودز، وده مصارع مشهور من مواليد أمريكا سنة 86. بدأ في الاتحاد سنة 2013 ولغاية دلوقتي لسه بيلعب في الاتحاد، وهو أحد أعضاء فريق النيو داي، وقدر ياخد بطولة التاج تيم أكتر من مرة مع فريقه. وأكبر حاجة عملها إنه خد بطولة كينج اوف ذا رينج سنة 2021. كده أنت تعتبر عرفت خلفية عن اللي هنتكلم عنهم النهاردة، وبما انك لميت الليله فيلا بينا على 2017. في يوم من شهر مارس الناس صحيت على حاجه هزت السوشيال ميديا وقتها، وهي ان في فيديوهات وصور لحد مشهور اتسربت له وهو في وضع مخل. وكانت التسريبات دي تخص المصارعه بيج اللي كانت بتلعب في اتحاد WWE في الوقت ده، وكانت بطلة الديفا. التسريبات دي كانت صدمة للجماهير وصدمة لبيج نفسها، لكن الموضوع ما كانش مقتصر عن بيج بس. كان في شخصين تانيين معاها في الفيديو، وهم براد مادوكس مدير عرض الرو السابق واللي الاتحاد طرده قبل الموضوع ده بسنتين، والمصارع إكزيفير وودز بطل التاج تيم وعضو فريق النيو داي. عايز اقول لك يا صديقي ان التسريبات دي ما مرتش مرور الكرام، لا ده الموضوع كان كبير جدا وكان ترند رقم 1 في امريكا وقتها. طيب عشان تعرف التسريبات دي اتنشرت ازاي على السوشيال ميديا لازم تكون عارف حاجة مهمة. انا قلتها قبل كده في فيديو ايدج وليتا. ايه ده؟ انت ما اتفرجتش على الفيديو اصلا؟ ليه كده يا صديقي؟ ده الواحد بيتعب عقبال ما يعمل لك فيديو زي ده. عموما مش مشكلة، تقدر تتفرج عليه من علامة الاي اللي هتظهر لك فوق في الشاشة، وبعد اذنك ما تفوتش فيديوهات تاني. انا كنت قلت لك في فيديو ايدج وليتا ان المجتمع الغربي ليه عاداته وتقاليده الخاصة المختلفة عننا. التسريبات دي في نظر المجتمع الغربي ما تضرش الناس اللي فيها، لأن بكل بساطة هم أحرار في اختيار الأشخاص اللي يعملوا معاها كده، لكن الضرر بيحصل لو التسريبات دي أصحابها هم اللي نشروها، وده بيبقى ترويج للمادة الإباحية. وفي حالتنا ده ما حصلش. اللي حصل إن تليفون بيج تم تهكيره والهاكر سحب الداتا اللي عليه ونشرها. وخليك مركز في النقطة دي إن التسريبات مش أصحابها هم اللي نشروها، عشان هنرجع لها تاني. المهم بعد ما التسريبات دي اتنشرت الجمهور اتقسم بين ناس شايفة إنهم ضحايا وناس شايفة إنهم مذنبين. في كل قصصنا يا عزيزي الجمهور ليه عامل كبير على سير مجرى الأحداث، وده برضو اللي حصل في قصتنا. المفروض إن التسريبات دي تضر 3 أشخاص، ولو أنا هستهجن حد فأنا هستهجن ال3، لكن اللي حصل إن الجمهور استهجن بيج بس. والله الجمهور شاف إن براد مادوكس ملوش لازمة، وكده كده هو بره الاتحاد فمش فارقة، وبص الإكزيفير على إنه راجل وعادي إنه يعمل حاجة زي كده. لكن نظرة الجمهور لبيج كانت مختلفة تماما، خصوصا مع لقطة الحزام. اعذرني يا صديقي إن نسيت أقول لك إن في الوقت ده كانت بيج بطلة الدفاع في الاتحاد، وده حزام كان معمول لقسم السيدات اللي هو حاليا زي حزام WWE الخاص بالسيدات. وكانت بيج هي البطلة وظهر الحزام معاها في الفيديو من الفيديوهات المتسربة، واللقطة دي خلت الجمهور المصارعة وكمان عدد كبير من قسم السيدات يستهجنوا بيج لأنها بتقلل من هيبة الحزام، ودي إهانة للاتحاد في حد ذاتها. الجمهور فضل يستهجن بيج فترة مش قصيرة خالص، وده خلاها تفكر في الانتحار أكتر من مرة. بيج قالت إنها كانت حاسة إنها عريانة في عيون الناس حتى لو هي لابسة، وكانت بتحاول تستخبى من عيونهم في كل مرة حد يشوفها فيها. وقالت إنها فكرت في الانتحار أكتر من مرة، وشافت إن المفروض الجمهور يتعاطف معاها لأنها هنا الضحية، هي اللي تسرب لها الفيديوهات. طيب يا عزيزي انت مش واخد بالك ان في حد احنا مش ذكرناه في قصتنا مع ان المفروض يبقى ليه دور في حكايتنا؟ ايوه بالظبط، هو ده يا صديقي. وعشان كده انا هطرح سؤال، هو فين إدارة WWE؟ الحقيقة يا صديقي إن إدارة الاتحاد شافوا إن بيج وإكزيفير الضحايا مش مذنبين. فاكر لما قلت لك إن التسريبات مش صحابها هم اللي نشروها؟ الاتحاد شاف إن تم انتهاك خصوصية الناس دي والتعدي عليهم، عشان كده قرر إنه يدعمهم وما يطردش حد فيهم، مع إن الموضوع أثر بالسلب على المصارعين. وفي مصارعين قدام كتير اتكلموا عن الموضوع ده وشافوا إن لقطة زي بتاعة الحزام اللي ظهر في الفيديو تعتبر إهانة للحزام والاتحاد نفسه، وكانوا عاوزين يخلوا الإدارة تاخد موقف قصاد التسريبات دي. لكن الاتحاد قرر انه يقف جنب بيج واكزيفير ويدعمهم حتى لو الجماهير ما كانتش راضيه عن اللي حصل.
لكن فينس كان عارف يخلي الجماهير تنسى ازاي. الاتحاد قرر عشان ينسي جمهور الفضيحة ان يشغلهم بحاجة تانية، زي بالظبط الصحراء يا صديقي، بيشغلك بايده اليمين ويخليك تركز معاها عشان يطلع الارنب بايده الشمال. الاتحاد قرر انه ينتج فيلم عن قصه حياه بيج من ساعه ما اتولدت لغايه ما بقت بطله الديفا. على فكره انا عايز اقول لك ان بيج كانت اول مصارعه ما تهتمش بالشكل واهتمت بالمضمون، في زمن كان فيه مصارعه السيدات عباره عن بنات شكلهم حلو وزي عارضات الازياء. بيجي قررت تبقى مختلفة، وقررت تلبس هدوم مختلفة وتطور من حركات المصارعة بتاعتها في الحلبة. وشكل المصارع النسائي اختلف من ساعة دخول بيج العالم ده. وده برضو بيفكرني بقصة حكيناها قبل كده لو انت فاكرها، بتاعت ريا ريبلي. ايه ده؟ انت ما اتفرجتش على الفيديو برضو؟ في إيه يا عزيزي مالك؟ وانا عامل الفيديوهات دي عشان انا اللي اتفرج عليها؟ بعد اذنك انا هحط لك الفيديو في علامة الاي اللي فوق، روح اتفرج عليه، ومش كل شويه هفكرك بالمحتوى بتاعي. الفيلم ده كان يعتبر زي وثائقي كده لحياه بيج، وظهر فيه ذا روك بشخصيته الحقيقيه. الفيلم ده خلى الجماهير تنسى اصلا فضيحه بيج وتركز في قصه نجاحها. فينس كان ذكي، والقرار ده دخله فلوس كتير طبعا، سواء من ورا الفيلم او تفاعل الجماهير. عايز اقول لك ان رغم ان الجماهير تعتبر شبه نسيت اللي حصل، لكن المصارعين ما نسيوش. وفي 2022 بيج سابت الاتحاد بسبب اختلاف حصل بينها وبين الاداره، واما عقدها خالص راحت مضت للاي اي دبليو وظهرت هناك باسمها الحقيقي اللي هو سرايا. اما بالنسبه لاكزافير فهو لغايه دلوقتي بيلعب في الاتحاد، وزي ما قلت لك الموضوع ما اثرش عليه اصلا. اما براد مادوكس فهو بعد الفضيحه اختفى تماما، ومحدش يعرف عنه حاجه، ويقال حاليا انه بيشتغل مدرب لياقه بدنيه في تكساس. لغايه هنا الموضوع خلص، لكن حكاوينا سلام.